عليكم ورحمة الله. بعد نجاح وصفة المولتون شوكليت اتطلب مني يا جماعة نعمل اللي هو سندوتش دومتي. سندوتش دومتي ده احنا هنعمله بطريقة سهلة جدا جدا، وداعا للشراء ده، وان شاء الله هنعمل ده على طول عشان ده كلفنا يا جماعة 37 جنيه. احنا جبنا دول 12 واحدة، يعني لو جبناه ب 8 جنيه او جبناه بيتباع ب 10 جنيه في بعض الاماكن، يعني دول ب 120 جنيه. شوفوا وفرت قد ايه وبدون مادة حافظة. الموضوع عامل ازاي؟ طري وهش جدا وحاجة هيلسي. ونبدأ الوصفة على بركة الله. السلام عليكم حبايبي الجمال، وحشتوني. بعد نجاح وصفة الميني مولتو بالشوكولاتة اتطلب مني نعمل القمر ده، وان شاء الله هنعمله بمكونات سهلة. ونبدأ الوصفة على بركة الله. 3 كوبايات دقيق اهم، نص كوباية سمنة درجة حرارة الغرفة او زبدة، ذرة ملح البركة، معلقة ونص كبيرة سكر. الخميرة بتاعتنا اللي هنا هنحطها مع المية بتاعتنا، نزل عليها بشعر السكر وشعر الدقيق، وهنقلب القمر ده كله مع بعضه. بنص كوباية حليب درجة حرارة الغرفة، وهنشغل لمدة 3 دقايق. نص كوباية مية مع معلقة كبيرة خميرة، وهنسيبها تعجن وهنوريكم النتائج. اخر حاجة الزيت، هي بتخدم بقى يا حضرات. عندي 100 جرام زبدة صفراء حيواني او نباتي زي ما حضراتكم شايفين. بننزل عليه بالزبدة كده عشان انا مش هبنط ولا هعمل اي حاجة، انا هشتغل على طول على الرخامة. ودي اخر مرحلة بعد ما تلم زبدتها وتخمر. وكده العجين بتاعنا الحمد لله شبه جاهز اهو. اهم حاجة بيخرج نضيف من المكنة بتاعتنا، بنرميه على الرخامة بتاعتنا اهو، ونبتدي نديله العرق بتاعه اهو. وبعد ما خدمناها على الرخامة هتصبح معانا العجينة كده قمر. هنغطيها بأي مفرش أبيض ونسيبها لمدة تلت ساعة، وبعد كده نرجع لها ونوريكم هنشكلها ازاي. وزي ما حضراتكم شايفين اهو العجينة اختمرت شوية اهي، بسم الله ما شاء الله اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نجيب، احنا عندنا فورمة اهي، ديت قطاعة مدورة خالص. دي الفورمه دي زي دي كده، ولكن ديت مشرشره، دي ساده. كل اللي عملناه ان احنا دوسنا عليها كده بقت ادتنا الشكل البيضاوي. هنقسط احنا العجينه بتاعتنا دلوقتي. وطبعا جبنه رومي اهي مبشوره، ممكن نعملها جبنه بيضه، نعملها حلاوه، قشطه، مربى، واتيفر اي حاجه. طب عايزين دلوقتي احنا نقفل بقى الدومتي بتاعنا او لقمه الدومتي بتاعتنا اهو. اول حاجه بنفرد كده العجينه بالراحه خالص اهو زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بنجيب معلقه من الجبنه الرومي بتاعتنا او الحشو اللي احنا عايزينه اهو، بنحطه كده في نص اللقمه. وبعد كده بنروح قافلين بالطريقه الحلوه دي كده حضراتكم اهو. بص انا بقفل ازاي اهو، واللقمه بتاعتنا اصبحت عامله كده. هنجيب احنا الفورمه بتاعتنا القمر دي ونبتدي نظبطها عشان تديني الشكل البيضاوي الجميل، وندوس عليها دوسه سنه كده هتديني الشكل القمر اهو، نفس بتاع شركه دومتي. هنحطها في الصاج تمام، وهنكمل مع بعض. اللقمه دي وزنها 100 جرام بالظبط، يعني هي وزن لقمه شركه دومتي 100 جرام، احنا عملناها 100 جرام بالظبط. هنعمل واحده تانية قدام حضراتكم اهو. ادي معلقه الجبنه، معلقه تاني عشان يبقى الحشو ظاهر كويس جدا. وده سندوتش هيبقى محترم اهو. نجيب احنا الحرف ده كده اهو ونطبقه على الحرف ده اهو تمام. وبنبتدي نقفلها كويس جدا ونلفها نص لفه، ونخلي القفل ده من تحت ومن فوق الجبنه بتاعتنا جوه والعجينه مظبوطه. طب انا عايزاها بيضاوي بقى، ابتدي اظبطها انا بايه؟ بالقطاعه بتاعتي كده اهو زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل اهو. عملت فورمه زي القمر من لا شيء اهو، نفس بتاعت شركه دومتي. حضرات شكله بعد ما قسطناه هيملى معانا شويه، ما نقلقش، هيرفع نقول الله اكبر. وطبعا الخبيث في البيت بيملى البيت خير ورزق وبركه. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك، عشان الشيء ده بيساعدني وبيخلينا اكمل. بعد ما خلصنا من الموضوع ده هنسيبه لمده تلت ساعه يخمر، وهنغطيه بمفرش يكون نضيف وقمر. وبعد كده هنقول لكم هنعمل ايه فيه، ازاي نلمعه وازاي نسويه. دي يا حضرات واحده اصفر بيض عشان نلمع الوش بتاعها من فوق، بس هنديها
نص غطا الازازه حليب. حضرات هيبقى كده اهو، يعني حطينا نص غطا الازازه حليب، يعني معادل معلقه صغيره وواحده اصفر بيض. هنيجي على وش الشغل بتاعنا ونفضل نلمعه كده عشان يديني اللون البرونزي الجميل. ان الفران بتاع المصانع بيبقى فيها حاجه اسمها ستيم بخار. ستيم بخار ده اللي بيعمل معايا اللون البرونزي الجميل ده اللي على وش الشغل. احنا النهارده بنعمل شغل بديل، وان شاء الله الوصفه تعجب حضراتكم. التلميع بتاعه ممكن بقى عايزين نحط على وشه حبه بركه، نحط شمر، نحط ينسون، نحط سمسم او جلجلان، اي حاجه عايزين نحطها مفيش مشكله. اهم حاجه بس ان اللي نحطه يكون اولادنا بياكلوه. كده هنسيبه كمان يرتاح شويه لمده 10 دقائق، وهندخله الفرن على درجه حراره 200 درجه. هيقعد معانا 15 دقيقه على السلك الوسطاني او حسب الفرن اللي عندنا، بس اهم شيء درجه الحراره تكون كويسه وناخد بالنا من السوى، وان شاء الله ننتظر مع بعض السوى. بسم الله ما شاء الله، وطلع القمر من الفرن. واول ما بيطلع من الفرن كده بحب اديه ستيم ميه، ستيم بخار بتاعنا اهو. دي ميه عاديه خالص جدا عشان تديني اللون الجميل وترد معايا الدقيق تاني. وديت الوصفه يا جماعه سهله جدا جدا. اهم حاجه بس ان نصلي على رسول الله في الكومنتات. نسيبه نغطيه كده لمده 10 دقائق ونبتدي نغرفه مع بعض اهو. نهاية وصفتنا يا حضرات، زي ما حضراتكم شايفين الحاجة طلعت قمر وطرية جدا جدا وسوفت. وده كانت نهاية وصفتنا النهاردة، وداعا للشراء ده، وإن شاء الله هنعمل ده على طول عشان ده كلفنا يا جماعة 37 جنيه. احنا جبنا دول 12 واحدة، يعني لو جبناه ب 8 جنيه أو جبناه بيتباع ب 10 جنيه في بعض الأماكن، يعني دول ب 120 جنيه. شوفوا وفرت قد إيه وتكون مادة حافظة. ودمتم في أمان الله، واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك. ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.